صدق الله العظيم. مساء الخير متابعينا، احنا معاكم دلوقتي في لايف جديد من محافظة الشرقية، ومعانا الشيخ أحمد الفلاح أستاذ القراءات ومدرس في الأزهر، من العلماء الجليلة جدا اللي صوته عذب بيتميز ان هو يعني أي حد بيسمع صوته للمرة الأولى لازم يسمعه تاني. هو متأثر طبعا بالمدارس القديمة زي الشيخ مصطفى اسماعيل والفاشني. هو طبعا بدأنا بخير الكلام وهو القرآن الكريم. هنتكلم مع الشيخ أحمد دلوقتي عن يوم عرفة وفضل اليوم ده والأعمال المستحبة والأدعية المستحبة في هذا اليوم. مساء الخير يا شيخ أحمد. أهلا، مساء الخير، كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبألف خير. اتكلمنا عن يوم عرفة وعن الأدعية المستحبة في يوم عرفة، والأعمال كمان اللي ممكن تقربنا لربنا وتغفر لنا ذنوبنا في هذا اليوم. كل عام وانتم بخير. طبعا يوم عرفة ده من أعظم الأيام عند الله، وهو يوم الحج الأكبر، ونزلت فيه أعظم آية وهي قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خطيبا في المسلمين، وقال لهم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن هذا نعلم حرمة هذا اليوم وفضل هذا اليوم. ولذلك فإن الحجاج نسأل الله أن يجعلنا منهم في الأعوام القادمة إن شاء الله، يلبون الله ويدعون الله ويستغفرون الله ويطلبون له النعيم والفوز بالجنة، وهذا هو أعظم شيء. هذا هو أعظم شيء، أن يكرم الله عبده بالفوز في جنات النعيم. هذا بالنسبة للحجاج أيها الإخوة. أما بالنسبة لغير الحجاج فإنهم يصومون ذلك اليوم اقتداء بسنة وسلم، والذي أخبر أن صيام يوم عرفة يحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، فما أحرمنا بأن نصوم هذا اليوم. ومع الصيام معنا بهذه الأيام المباركات يوم عيد الأضحى المبارك، يجب أن نزور أقاربنا وأرحامنا، يجب أن نزور جيراننا، يجب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ونقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا
والله أكبر ولله الحمد. عليه الصلاة والسلام. حضرتك أمتعتنا يا شيخ أحمد، ومبسوطين إن أنت كنت معانا النهاردة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شرفتونا وكل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف خير. متأثر بالمدارس القديمة زي الشيخ مصطفى إسماعيل والفاشني، أمتعنا